قناة خضر إسماعيل تقدم مع الموسيقى هنسهر والمغنى والألحان، نسمع أغاني وطرب من فن أهل زمان، مليان ثقافة وأدب، أشكال على ألوان، معاني سامية وجميلة بتسمو بالوجدان. ما الفن أصله اتخلق لسعادة الإنسان. أغاني، كلمات ومعاني، إعداد وتقديم خضر إسماعيل. يا ليل يا بدر يا نسمة يا طير يا زهر يا أغصان، مع فريد ومأمون الشناوي نغني للطبيعة والحب والأحلام، يصحبكم فيها الشاعر الكبير خضر إسماعيل. اتفضل يا أستاذ خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بك يا أستاذ أحمد جودة، وأهلا بالسادة المحبين والمتابعين والمشاهدين، عشاق الفن الجميل الأصيل، عشاق الموسيقى العربية، عشاق فريد الأطرش ومأمون الشناوي، عشاق الربيع والزهور والورود، عشاق الحياة، محب الحياة والدنيا. أهلا وسهلا بكم معانا في آخر كوبليه من كوبليهات أغنية الربيع، تلك التحفة الخالدة التي لن ينتهي التمتع بها أبدا، كلما استمعنا إليها تمتعنا بها وأعطتنا أملا وأعطتنا معاني كثيرة، وجعلتنا ندهش من كيفية التطفير التي حدث ما بين المادي والمعنوي، المزج الذي حدث ما بين المادي والمعنوي على يد مأمون الشناوي، بحيث ان احنا ما احناش عارفين احنا فين، احنا في الخريف الحقيقي ولا في خريف العمر، احنا في الخريف الحقيقي ولا خريف العمر ولا خريف المشاعر، ولا احنا في ربيع العمر ولا في ربيع الحقيقي ولا في ربيع المشاعر، احنا فين بالظبط؟ احنا في الصيف، صيف العمر ولا صيف المشاعر ولا صيف الطبيعي بتاع الناس، ولا في الشتاء ولا في الخريف؟ احنا في خريف العمر ولا في الشتاء، شتاء العمر اللي هو الشيخوخة بتاعة العمر؟ ما احناش عارفين. هذا المزج الذي حدث ما بين المادي والمعنوي، ما بين الواقع وما بين ما هو مكتوب في مخيلة ووجدان الشاعر مأمون الشناوي، لنعيش معه نحن بعد ذلك ونحن نتلقى ما كتب ونستمع إليه بصوت فريد الأطرش وألحانه، لنعيش معه نفس المعنى الذي كتبه، نفس الخيال الذي حلق به في السماء. وقفنا في المرة السابقة عند مر الخريف بعد، وقلنا كلمة مر الخريف غير لما بيقول ادي الشتاء يا طول ليالي، او لما بيتكلم لمين بتضحك يا صيف. المرة دي بيقول مر الخريف بعده، وكأن الخريف يمر مرورا لا نحس به. ليه بقى؟ احساس، وهنا تصدير من الكاتب للمتلقي ان الخريف فصل من فصول العمر أو فصل من فصول السنة ما بنحسش بيه. ليه؟ لأنه بيأتي ببشائر مش محببة للنفس، هي تتساقط أوراق الأشجار، تذبل فيه الورود والزهور، تقل الخضرة، مساحات الخضرة والجمال. هو نفس الشيء وهو نفس الانطباع على الإنسان. يبدأ الإنسان يحس بالكبر والعجز، ويبدأ المشاعر تحس بالتقوقع بداخل الإنسان، والإنسان تبقى مشاعره مكبوتة جواه في فصل الخريف. فكأن الخريف المادي والخريف المعنوي، الخريف الملقى على الطبيعة في الفصل الخريف نفسه، أو الخريف المعنوي اللي اتكلم عنه مأمون الشناوي اللي هو خريف العمر بالنسبة للإنسان، أو خريف المشاعر بالنسبة للمحبين، هو ده داخل مع بعضه. فعشان كده قال مر، لأنه يمر لا يحس الإنسان به في الحياة على سنه، ما بيحسش بيه، مش زي الشباب، مش زي الصبا ولا زي الشتاء، لأن الشتاء برضه يبقى له سكينة، يبقى له أمر آخر
قوقعة كده بيقعد الإنسان يتأمل مع نفسه شوية في هدوء أكثر وأكثر في سنين العمر الأخيرة، وفي نفس الوقت في فصول السنة الأخيرة اللي هو فصل الشتاء. شايفين قد إيه الربط المادي والمعنوي معمول إزاي ومضفر إزاي وماشي إزاي. مر الخريف بعده دب زهور الغرام. هنا الزهور الحقيقية بتذبل في الربيع، لكن هو هنا عكس الأمر واتكلم عن الورود غير الحقيقية. ورود الغرام ماذا تعني ورود الغرام؟ ورود الغرام هي المشاعر والأحاسيس والوجدانيات المتبادلة ما بين الأحبة، بتذبل أي بتتباعد المسافات وتتباعد الأمور ويبقى فيه الهجر أكتر والصد أكتر، وتبقى الأمور مختلفة خالص، فبتدبل ورود الغرام. ورد الغرام بيدبل، سواء كان هذا الورد على حقيقته بيذبل، وسواء كان هذا الورد هو المشاعر والجماليات بتاعت المحبين اللي ما بين المحبين، وجماليات العواطف تذبل وتتوارى خلف السنين وخلف الزمن وخلف تباريح الإنسان الذي يعانيها ويلاقيها، وخلف الصد والهجر والبعد والشوق تذبل ورود الغرام. مر الخريف بعده دبل ورود الغرام، والدنيا من بعده هوان ويأس وألام. هوان يا الله ويأس وألام في هذا السن وهذا الوقت، وقت الخريف، سواء كان خريف عمر أو خريف الفصل. مر الخريف بعده دبل ورود الغرام، والدنيا من بعده هوان. هوان يعني مذلة، لأن في الكبر زي ما بيقولوا في المثل عبر، وفصل الخريف في عمر الإنسان هو اللي بيبدأ فيه الإنسان يتداعى أكثر وأكثر. مر الخريف بعده دبل ورود الغرام، والدنيا من بعده هوان. هوان ضعف، هوان مذلة ويأس، لأن لم يعد هناك للأمل مجال في فصل الخريف، فالورود تذبل والأوراق تتساقط من الأشجار والخضرة تقل، وهكذا في خريف العمر يبتعد الأحباء عن بعضهم البعض، وتتفرق المشاعر والوجدانيات، تذبل وتموت في داخل الإنسان. هوان ويأس وألام من اليأس. اليأس من عدم تجدد المشاعر مرة أخرى، والألام من البعد والفراق، الآلام المعنوية والآلام الحقيقية والمادية. هكذا مزج مأمون الشناوي المادي بالمعنوي. مر الخريف بعده دبل ورود الغرام، والدنيا من بعده هوان ويأس وألام. ويقوم داخل دخلته وادي الشتاء يطول لياليه، على اللي فاتح حبيبه، على اللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. هنا مأمون الشناوي يتكلم عن هذا الفصل الأخير في فصول السنة، والفصل الأخير في فصول العمر الإنساني، والفصل الأخير في المشاعر والوجدانيات وقصص الحب. آدي الشتاء، وآدي كأنها إيه اسم إشارة بس بالعامية. آدي الشتاء يا طول لياليه، ويا هنا يا الاستكثار وتعظيم طول الشتاء. الوقت طويل جدا لتكسير الوقت، يا للتكسير، يا يطول لياليه، يطول ليالي الشتاء. واحنا عندنا بنقول ايه حتى في امثالنا الشعبيه، ليل الشتاء طويل. حتى في الفلكلور بتاعي يقول لك ضمني وانا ضمك، ليل الشتاء طويل. وادي الشتاء يطول لياليه على ايه؟ على كل الناس؟ لا، مأمون الشناوي هنا بيتكلم على خصوصيه هنا كمان، على اللي فاتوا حبيبي. إذا كان الشتاء ليله طويل على الناس عموما، فبيبقى أطول وأطول على اللي فاتوا حبيبي. يناجي طيفه ويناديه، ينادي طيفه. يناجي المناجاة في اللغة معناها إنك تناجي القريب، يعني تنده للقريب، والنداء للبعيد، فكأنه بيناجيه
عشان لو كان قريب يسمعه، وبيناديه لو كان بعيد برضه يسمعه. بكل الطرق بيحاول يتواصل معاه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه، كأنه هو هنا طلع يتكلم مع الكون، مع الربيع بقى، مع الربيع والخريف والصيف، ومع الدنيا ومع الكواكب ومع الأرض ومع الزهور، للكون كله بيشكي للكون تعذيبه، ويظل على شكوته يشكي للكون تعذيبه. وادي الشتاء يطول لياليه على اللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. وما زلنا معا مستمرين في تكملة بقية هذه رائعة مأمون الشناوي وفريد الأطرش، لكننا نتوقف معكم الآن على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، علها تكون الحلقة الأخيرة من هذه الأغنية الفريدة العجيبة الجميلة مع فريد الأطرش ومأمون الشناوي. أحبائي، بالحب التقينا وبالحب سنلتقي، على أمل اللقاء بكم بالحب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخريف بعده دب زهور الغرام، مر الخريف بعده دب زهور الغرام، مر الخريف بعده دب زهور الغرام، والدنيا من بعده هوان ويأس وآلام. مر الخريف
ولحد كده النهاردة خلصت الحلقة، ومعادنا بكرة سوا نكمل الغنوة ونبين المعنى ونشرح الألحان معادنا بكرة سوا مع فن أهل زمان، أغاني كلمات ومعاني.